السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى، وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة اللي كله حاجات مقرمشة كده وجميلة، النهاردة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا بقى حتة زهرة القرنبيط اللي معايا دي، عملت منها أكلة كده جميلة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده بدات بيها، حطيت حله على النار فيها حبه ميه سخنه، مش حبه كتير طبعا، اقل من ربع الحله. بعد كده جبت زهره القرنبيط بتاعتي، بسم الله ما شاء الله عليها كده جميله اهيت، كنت جايباها من امبارح، كنت جايباها على 15 جنيه، جبتها ب15 جنيه. تمام. قلت هعمل منها ايه، اكله قرنبيط كده تقضينا ايه اليوم. تمام. هبدأ بقى اقطع القرنبيط ازاي. هو الراجل قطع لي الراس بتاعته، كسر لي الراس بتاعته واداها لي كده في الكيس. تمام. هبدأ بقى واحدة واحدة كده اخرج ايه الزهرات الصغيرة بتاعتها. بصوا دي الزهرة الصغيرة كده، بس انا ايه بعد كده هقسم الزهرة دي اتنين عشان انا محبش ايه الزهرة بتاعته كبيرة شوية. تمام. وهنا بدأت بقى كل زهرة كده هي بيبقى ايه لها فروع، كل زهرة لها فرع كده، بتبدأ ايه كده بس يا دوبك كده تديله حتة سكينة كده هتتخلع معاكي على طول الزهرة. تمام. انا بحب المقاس ده كده من الزهرة. تمام. فهقسم بقى المقاس الكبير ده، هقسمه على قد الاتنين دي. يعني الزهرة الكبيرة دي ممكن تيجي اتنين، في زهرة تيجي كبيرة قوي هعملها 3 أو 4 أو 4 كمان. تمام. انا كده خلصت الزهرات بتاعتي، فرختها كلها. بصوا بقى احلى حبة دول الصغيرين دول. انا عايزة المقاس ده من الزهر، مش بحب المقاس الكبير. بعد كده عشان الزهرة تستوي معايا على طول وما تاخدش وقت في السوا، او تبقى ناشفة كده، او من تحت ما تعرفيش تقطميها من تحت، ببدأ الفرع بتاعها من تحت ده بقشر نص الجزء بتاعه كده، يعني بقشره من تحت كده، هتشوفوه انا بقشره دلوقتي. بصوا اهو الجزء ده كده انا ببدأ اقشر منه حتة بسيطة كده عشان يلحق يستوي بسرعة. وبرده بعد كده ما يقرمش في قلب القرنبيطايه، ما يبقاش زي الجلد كده في قلب القرنبيطايه. تمام. عفوا معلش بقى دور برد والله مبهدلني. تمام يا بنات. كده انا هبدأ اعمل الكمية دي كلها بنفس الطريقة كده، هقشرها وهقشرها كده، اقشر الحتة اللي تحت دي. ده كده على ما المية بتبدأ تغلي معايا. اول ما المية بتبدأ تغلي معايا بنزل الزهرات واحدة واحدة. الزهرة بتبقى لفوق والفرع بتاعها ده او الجذع بتاعها ده بيبقى لتحت. تمام. بسيبه يجي 5 دقايق او يا دوبك المية بتبدأ تغلي تاني بيه. وبعدين بقلب بقى الزهرة تحت والقرنبيطاية، والزهرة تحت والفرع ايه بيبقى لفوق. هنشوفها مع بعض دلوقتي. انا كده اهو. بصوا بقسم بقى الزهرة الكبيرة بقسمها على كذا واحدة، لان انا ما بحبش المقاس الكبير ده. تمام. عفوا عفوا منكم يا جماعة، والله معلش انا تعبانة بس ما رضيتش اتأخر عليكم برضه. تمام. هنبدأ بقى. المية بدأت تغلي اهي، لو ملاحظين والبخار بيطلع من غطا الحلة اهو. ده الكمون. ده مروان ابني بيلعب معايا. دي علبة الكمون. انا طبعا كذا مرة افرغ التوابل من اكياس، لاني كنت الصراحة عايزة اغير علب التوابل عندي. فقلت ايه ربنا يسهل كده واجيب التوابل وهوريها لكم قبل ما افرغ فيها التوابل طبعا، لان انا عندي بس 3 علب بتاع الكمون والفلفل والبابريكا. عايزه اجيب طقم على بعضه بقى يبقى كله. الميه غليت اهي. هنزل بمعلقتين ملح، طبعا تحطي ملح حلو كتير عشان القرنبيطايه تبقى طعمها حلو معاكي، يعني ما تبقاش عادلة او عادبه، بيبقى لهاش طعم في القرنبيط، هو ما بتاخدش طعم الملح ده. تمام. وهحط معلقه كمون، معلقه ونص او معلقتين كمون عشان ايه الغازات بقى. تمام. خلوا بالكم ايه ان تحطوا كمون، ده عشان انتفاخ، عشان بطن الاطفال والغازات. تمام. او بصوا بقول لكم ان الجذع ده بيبقى تحت، او ترصي بقى القرنبيطه كلها هي هتقف، ما تخافيش ما تقلقوش يعني، هو بعد كده هيقفوا مع بعض كده. اه بصوا بتحطيهم من فوق لتحت كده، الزهره فوق والقرنبيطه تحت. واول ما يبدا يغلي الميه تغلي تاني، يعني هو كده. بص الميه بدات تبرد، ما بقتش تغلي شويه بقى وهتغلي تاني. تبداي بقى تقلبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق.
والله بصي مفيش اسهل من القرنبيط ده. تمام، هنيجي بقى للخلطة بتاعته بقى. انا هقول لكم على خلطة وسر في الخلطة حكاية. هقول لكم على سر، بس خليكم تتابعوني لاخر الفيديو. ولو وصلت لحد هنا بالفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم بكل الفيديوهات الجديدة. وطبعا ما تنسوش الكومنتات بتاعتكم اللي بتسعدني دايما عشان اكمل معاكم وتشجعوني واعمل لكم فيديوهات جديدة. كده القرنبيط بتاعي استوى، انا بطلعه في مصفى عشان يصفي المية اللي فيه كلها، عشان ما يبقاش شارب مية. تمام، يبقى لو شرب مية منك هيشرب زيت. تمام، لا تصفيه في مصفى حلوة كده وتطلعيه في مصفى حلوة عشان ايه يصفي المية اللي فيه خالص، عشان يبقى القرنبيطية ايه كده ما فيهاش مية من جوه، ما تبقاش حتى اما تقليها وتيجي تفتحيها كده هتلاقيها ايه بتنزل مية كده. لا لا، خليها ايه تصفي مية في مصفى كده، هتصفي المية بتاعتها هنكمل بقى الدور اللي بعده. انا طبعا قطعته وجهزته برضه، هنرصه بقى في قلب الحلة وايه، وبرضه نفس الطريقة هنسيبه لما يغلي. نيجي بقى للخلطة القمر بتاعتنا بقى. دي كوباية ونص من الدقيق، هعمل كوباية ونص من الدقيق. بتحطي دقيق على خلطة القرنبيط؟ بحط دقيق على خلطة القرنبيط بيبقى طعمه تحفة. تمام، ادي كده كوباية ونص من الدقيق. هنزل عليهم بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة من الكاري، معلقة من البابريكا، معلقة من الكمون، معلقة من الملح، معلقة من الكركم، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة. كمون، كزبرة، بابريكا، كمون، ملح، كركم، فلفل اسود، كمون. هنزل بالتوابل ديت، مش هحط ميه دلوقتي، انا هنزل بالتوابل دي واقلبها شويه مع الدقيق عشان الدقيق يطعم بالتوابل بتاعتنا. يا جماعه اللي ما عندوش التوابل ديت، كمون والفلفل والله بيخلوا احلى طعم، احلى طعم. يعني مش عشان ايه لا الخلطه ديت ايه ده التوابل كتير قوي انا ما عنديش التوابل دي يبقى مش هعمل قرنبيط. لا، الكمون والفلفل بيدوا والله طعم، وطبعا الخضره مع البيض بيدوا طعم تاني خالص. يعني حتى لو ما عنديش كمون هتعمليه بالملح وهيبقى طعمه تحفه. والله احنا بنحط التوابل دي لانها موجوده عندنا، يعني ايه يعني ممكن تكون بتدي طعم بتدي لون، فهي بس ايه كده يعني. لكن الكمون بيغني عن كل حاجه، والفلفل بيغني عن كل حاجه. الخضره ذات نفسها اللي هي الخضره دي بتدي طعم اصلا للقرنبيط لوحده، مع الملح ومع معلقه الكمون اللي انت حطيتيهم في الميه بتاعه القرنبيط. تمام كده، انا هبدا انزل الميه حبه حبه كده. انا عايزه قوام، يعني عايزه قوام إيه خفيف، مش عايزاه تقيل، يعني قوام كده ينزل من معلقه خفيف. تمام، فهقعد اقلب كده وانزل الميه حبه حبه، كل ما احس ان هو تقيل انزل حبه. طب خف مننا هنزل حبه دقيق صغيرين، بس انا الحمد لله ما خفش مني ولا حاجه. انا ايه ظبطته بالمقدار. بصوا بنزل الميه حبه حبه. انا كده خلصت اهو الميه. هبدا بقى، انا جبت بيضتين يا جماعه. روحي عنده البورصه بتاعت البيض قولوا له عايزه البيض المقاس الكبير. دي معلقتين او فصين من التوم، عملوا نص معلقه توم اهي، توم مطحون. هرسته مع اداني معلقه. بصوا القوام، اي انا عايزه اوصل للقوام ده، مش عايزه اكتر ولا اقل. تمام، انا كده خلصت اهوت. هبدا بقى انزل بالبيضتين. انا رحت البورصه قلت له انا عايزه بيضتين مقاس كبير، او انا رحت اصلا عشان اجيب منه بيض 4 بيضات، لقيت مقاس كبير ده فجبت منه بيضتين. تمام، البيضتين هيكفوا، البيضتين هيكفوا كمان طالما من المقاس الكبير. لو من المقاس الصغير هاتي 3 بيضات او 4. تمام، بس المقاس الكبير ده بيبقى حلو، البياض بتاعته والصفار بيبقى حلو وكبير. تمام، انا كده خلصت ضربت البيض. هنزل بالخضره، هنزل بالخضره. في ناس بقى ما بتحبش الخضره كتير، انا عن نفسي بحب الخضره في القرنبيط كتير. يعني انا جايبه 3 ربط، هنزل يعني بيهم كلهم، هاخد حبه بس للسلطه، مش هسيب حبة تاني. يعني انا بصي سبتش كتير اهو، لا انا هنزل بيهم تاني يعني، بس الكاميرا ما كانتش بتصور او في الحتة دي. هو انا كنت موقفة الكاميرا. انا هنزل بالخضرة كلها، هاخد بس حبة صغيرين من السلطة هتشوفوهم دلوقتي وانا حطاهم على السلطة، حبة صغيرين خالص ما يسكروش يعني. لكن ال3 ربط انا نزلت بيهم على طول في الخلطة بتاعتي. المكون بقى السحري اللي انا قلت لكم عليه ده، دي معلقه من البيكربونات، اللي هي الكربونات، بيكربونات الصوديوم. حطي معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم دي اللي هي الكربونات يا جماعه، هتخلي لك القرنبيط هش معاكي
وكمان نص معلقة من النشا او معلقة كبيرة من النشا. تمام، هما دول المكونين اللي هيخلوا القرنبيط هش معاكي ومقرمش لحد اخر واحدة هتاكليها. تمام، ادي ده بقى مكونات السلطة: خيار وفلفل وطماطم. طبعا هقشر بصل، انا مرضتش اقشرها مع مع الخضار بتاع السلطة دلوقتي عشان ما تعملش ريحة. تمام، فبخرطها اخر حاجة خالص. والخضرة بتاعت اللي هي باقية من الخلطة، هبدأ بقى اغطس نغمس الزهرات بتاع القرنبيط في الخلطة وابدأ احطها. في ناس بقى بتقولك بقى بتفتكس افتكاسة ان انتي بقى لازم تحطي في القرنبيط بعد ما تطلعيه من الخلطة تحطيه في دقيق تاني وبصمات وحاجات من دي. لا يا جماعة، والله والله مش مستاهل، هو يقرمش معاكي كده وكله هيبقى فوق. بصوا الوان السلطة الجميلة بتاعتنا، البصل والخضرة والطماطم والفلفل والخيار عاملين جو تحفة بس في السلطة. تمام، هبدأ بقى اقلب القرنبيطايه واحدة واحدة. بصوا والله مقرمشة، بصوا بصوا جميلة والله ما شاء الله عليه. القرنبيط طلع لون تحفة، طعم تحفة، هش جدا، مش معجن من جوه ولا حاجه. عشان في ناس بتقولك لا انت حطيتي دقيقه هيبقى معجن من جوه، لا. والناس بتقولك وطي عليه النار، ما توطيش النار وما تسمعيش كلام حد. القرنبيط بيحتاج النار عاليه، هي مش عاليه قوي عشان ما تحرقيش القرنبيط، بس بيحتاج نار عاليه مش نار واطيه عشان ما يشربش الزيت منك. تمام، كل ما النار بتبقى واطيه عليه كل ما بيشرب زيت. تمام يا بنات. لا انا خلصت وهبدأ اخلص الكمية دي. بصوا الخضرة لا الحق طلعت كويسة يعني، وانا نزلت الفيديو اللي الخضرة اللي اتبقت لان ده طلع ابيض مني. بصوا الدور اللي في الطاسة ده طلع ابيض مفيهوش خضرة كتير، فانا زودت الخضرة ديت عشان انا بحب الخضرة كتير. تمام، الخضرة يا جماعة مفيدة والله لاولادنا، انتوا لما تضيفوها في اي حاجة كده هما بيحبوها هياكلوها غصب عنهم والله، لان هما بيحبوا الحاجة دي. يعني انا اولادي ما بيحبوش الخضره دي على السلطه اصلا، يعني ممكن السلطه دي تتركن عندي او انا وابوهم هما اللي ناكلهم بس. لكن اما بتحطيها في قلب القرنبيط هما اصلا بيحبوا القرنبيط، بيحبوا المحشي. زودي خضره في المحشي، زودي خضره في القرنبيط، اي حاجه فيها خضره زودي فيها خضره، بحيث ان اولادك يوصل لهم كل الفيتامينات والمعادن اللي في الخضره. الخضره طبعا مفيده وكلها افادات حلوه، فحاولي تدخلها لهم في حاجات هما بيستفيدوا منها. تمام كده، هو خلاص انا خلصت الدور بتاعنا، وهبدأ بقى ايه اكمل بقى احط برضو شوية قرنبيط في قلب الخلطة. وبعد كده الزيت يسخن، بتسيبي الزيت يسخن حبة، مش اول ما تطلعي تحطي على طول، لا بتسيبيه يسخن تاني عشان يديلك نفس القرمشة ونفس الحاجة. وهنا بقى القرنبيط القمر بتاعنا اهوت مقرمش وهش ومش معجن من جوه، هتشوفوا دلوقتي القمر. وادي السلطه القمر بتاعتنا. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. وما تنسوش طبعا التعليقات اللي دايما بتسعدني. بصوا بقول لكم ان هنا القرنبيط هش جدا ومقرمش ازاي. بصوا دلوقتي هفتح لكم واحده مش معجنة خالص من جوه، وطعمه قمر 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 والله، طعمه تحفة ما شاء الله. بصوا افتح لكم واحدة من جوه، بصوا مش معجنة ومستوية من جوه وحاجة كده تتاكل اكل بألف هنا وشفا على قلوبكم. جربوا الوصفة واكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.